حديث هذه الجمعة أزعج الكثيرين وأزعج البعض. فالجمعة مضت، غدا الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، فأفاجأ اليوم أنني أطالب في الشؤون الدينية على الساعة الثانية من طرف رئيس المصلحة، لأن المدير خرج في عطلة منذ يومين أو هذا الأسبوع غير ذلك. فقلت اللهم اجعله. قال يا أستاذ أحتاجك. فذهبت إلى الشؤون الدينية امتثالا لهذا الإداري. ففاجأني قال يا أستاذ أنت تعلم ما وقع. ما وقع؟ درس جمعة أتحدث عن واقع الإشكال. قال له تداعيات وكذا وكذا. قلت إن كانت هناك أمر من الجهات الأمنية على عيني ورأسي، قرار من الولاية على عيني ورأسي، ولكن تخوفكم هذا أمر غريب، رغم أن مدير الشؤون الدينية تقع في حي عقيد لطفي. يعني سبحان الله، أين هو المشكل؟ المهم رئيس المصلحة تفهم الوضع، وقلت له أنا غدا بإذن الله عز وجل عندي درس الجمعة وسأزيل الإشكال الذي وقع عند البعض مرضى النفوس وعند بعض الذين لم يفهموا كلامي، ونوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى قبل الشروع في الدرس، لأن كان مبرمج الدرس ليكون غدا حول ذكرى يوم المجاهد. ولكن اتفقنا على هذا وخرجت من عنده على صلاة العصر. قبيل المغرب يطلبني بالهاتف السلام يا أستاذ، لقد أبلغني مدير الشؤون الدينية الذي هو في عطلة الآن أن لا تقيم درس الجمعة غدا. فاستغربت، عجيب. قلت ماذا ارتكبت؟ أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفق القوانين الجزائرية، لأن الذي نص على محاربة الدعارة قانون العقوبة الجزائري، الذي نص على محاربة الزنا قانون العقوبة الجزائري، الذي تحدث عن المبيت بمرأة أجنبية إلا بدفتر عائلي، تمشي اللوتيل بدفتر عائلي، تمشي سكن تأجره إما بالوثيقة تاع النوتيل ولا بدفتر عائلي. روحوا الآن شوفوا، والله يقوم بمداهمات كارثة، اللي باغي يكري بالساعة واللي بالساعتين واللي بالنهار واللي بغير ذلك من غير دفتر عائلي، من غير وثيقة أصلا. بالإضافة إلى ظاهرة الزواج بالأجانب، أحببنا أم كرهنا عندنا إخوان المسوريين وإخوان الأتراك موجودين بكثرة في هذه المنطقة وبعض الأفارقة. أصبح الزواج عاديا، رغم أن المشرع الجزائري صارم في هذا الزواج الذي لا بد له من وثائق إدارية، لأننا نخاف على بلدنا من اختراق، نخاف على بلدنا من الجوسسة، نخاف على بلدنا ممن يضروننا من كل منطقة ومن حدب وصوب. ولهذا الدولة تتحرى في زواج الجزائرية بالأجنبي أو الأجنبي أو الجزائري بالأجنبية. ولكن أصبح ما يسمى بالزواج العرفي شاهدين وتزوج. بالإضافة أن أصبحت ظاهرة التي تحاربها الآن الدولة بكل قوة، ظاهرة المخدرات وظاهرة الحبوب المهلوسة التي أصبحت منتشرة على جميع المستوى الوطني، والدولة يعني واقفة بكل مؤسساتها لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تتفشى في شبابنا. فغيرتي على هذه الولاية وغيرتي على هذه البلدة وغيرتي على وطني انطلاقا من ديني الإسلامي ثم من القوانين التي رصدتها هذه الدولة لحماية الشخصية والشخصية الوطنية والشخصية الجزائرية وتحاول حمايتها للحفاظ على هويتها. كان كلامي كله في هذا الإطار ولم يخرج عن هذا الإطار على الإطلاق. الذي أزعج البعض ربما رضا أن يركب الموجة وقال أنني أتحدث عن الحي عقيد لطفي باسمه. فأنا قلت في الدرس هذا نموذج، وقلت هؤلاء الدخلاء، أنا لم أتحدث عن الأصلاء ولم أتحدث عن الشرفاء، بالعكس جاءني بعد صلاة الجمعة مباشرة شخصين وهم يسمعاني الآن، قال يا شيخ أنا فاضل نحن نسكن في حي العقيد وربما كلامك قد يؤذي البعض غير ذلك، رغم أن ما قلته صحيح. فقلت لهم ادخلوا إلى الانترنت واليوتيوب واعملوا صور من حي العقيد وما يقع فيه. لست أنا، سكان الحي يصورون كثير من المناظر المسيئة، تضرروا من هذه المناظر المشينة. أقسم لكم بالله ثلاث، إن الأب يستحي أن يمشي مع ابنه ويستحي أن يمشي مع ابنته، بل ويستحي أن يمشي مع زوجته في الحي لما يراه من هذه الصور. أنا لا أكذب عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يدفعني لهذا الكذب؟ ماذا سأستفيد؟ ولهذا أنا غايتي وحرقتي كيف أحافظ على هوية هذا البلد، كيف أحافظ على ممتلكات هذا البلد. وأقول جزا الله والي ولاية وهران، والي ولاية وهران العمل الذي يقوم أولا من حيث تحدثنا عن وهران نظافتها وجمالها، يعني هذا لا ينكره أحد. كل من يأتي إلى وهران يعني يتمنى أن لا يخرج منها، لأن والي الولاية يقوم عليها، يعني تجده في الشوارع وفي الأحياء وفي البلديات يحاول أن يقف بنفسه على هذه الأمور. وفوق ذلك تدعيمه لحملة كتاب الله عز وجل، تدعيمه للمساجد لحفظة القرآن. وآخرها كانت الطائرة التي ذهبت بحفظ القرآن من وهران، طائرة كاملة كانت على نفقة الولاية للذهاب إلى العمرة. وجميع المناسبات نجده واقفا معنا، رمضان كاملا بدروسه واقفا معنا،
فأنا لا أشكك في نوايا والي الولاية الذي أعلم أن له يدا في الدفاع عن البعد الديني في هذه الولاية بل وتشجيعه في هذه الولاية، ولكن هناك بعض الخفافيش لا يعجبهم هذا الأمر. أنا أستغرب، فقلت لمدير الشؤون الدينية لما اتصل بي بعد. سمعتوا هنايا تاع الخفافيش والي وهران، ما سمعناش في الفيديو السابق، حشوها وبعثوها لنا، فهمت؟ ياهم بعثوها ناس اخرين لك على بالك شكون هما، انت ما تعرفش شكون وراء الحساب هذاك، معليش بعد التحري يبعث. يعني الخفافيش يحكي على جماعة العقيد لطفي، جماعة التجار اللي يكري واللي يشوف بعينيه وما يقولش، راهم كامل مشاركين في الجريمة. ها جماعة وهران مع احتراماتي كامل وهران، نحكوا على هذه الفئة القليلة هذه اللي راهم مشوها وهران، انا ما تبلغوش عليهم، علاه لا ما تبلغوش عليهم، هذو الجراثيم هذو اللي كيدوهم من وهران، بلغ عليهم طيح عليه الدولة تحجز له صوالحه وتدخلوا للحبس. عراية هذه مجموعة عراية ما فهمتش لا تخافوا منهم. المغرب أنني أقوم الدرس، فقلت له ما السبب؟ قال أنت من منع نفسه. أنا من منعت نفسي؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه صفة بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أنا لا أدري والله كيف تفكر بعض مسؤولي الشؤون الدينية، والله العظيم حتى لا أحمل الوزارة لأنني أتحدث من أباشره. يعني هل أخذتكم الغيرة على الأمر؟ أخذتكم الغيرة على الدعارة؟ على أي شيء أخذتكم الغيرة؟ أنا أستاذ جامعي، أستاذ في الشريعة والقانون، ونائب سابق برلماني، أعرف ما معنى الدولة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في دول اتحاد المغرب العربي، نائب رئيس جامعة. لا أعرف هذه الأمور، لا أعرف كيف أحافظ على بلدي، لا أعرف كيف أخطب 30 سنة وأنا في الدروس والخطب والمواعظ، لا أعرف ماذا أقدم وماذا أؤخر. أم أن الموضوع أزعجكم؟ أم أزعج بعض التجار الذين يمتصون دماء المواطنين؟ أقول بعض. ولهذا أقول وأجدد، أولا أنا أعتذر للسكان حي العقيدة الأصلاء وليسوا الدخلاء، سكان حي العقيدة الذين أعرفهم في شخوصهم، لأنني سكنت في الحي لمدة 3 سنوات، أعرف شخوصهم ممن يصلون في مسجد الوفاء أو يصلون في مسجد الملك بن نابي أو يصلون عندي في مسجد القدس أو في مسجد الرحمة، نعرفهم جيدا، أناس أفاضل كرماء، أبنائهم يعني على تربية عالية، وهم متضررون ويشتكون من هذه المظاهر كما أنا أشتكي. ولكن الدخلاء الذين يأتون في شهر أو شهرين يحاولون أن يبثوا سمومهم ويبثون فسادهم ويفسدون، هؤلاء الذين تحدثت عنهم، أولئك الفتيات التي يأتين من هنا وهناك. هذا لا يعني أنني أقول أن سكان وهران ملائكة وسكان الأحياء الأخرى ملائكة، أنا لا أقصد هذا. التعميم آفة، وما من مكان إلا وفيه فساد على وجه الأرض، ما من مكان إلا وفيه فساد، ولكن الفساد يتفاوت. ووظيفة الخطيب والداعية أولا أن يعالج ما في حيه، هذه وظيفة الداعية والخطيب، أن يعالج ما في حيه، بعد أن يستوعب ما في حيه يعالج ما في بلدته، ثم يعالج ما في وطنه، ثم يعالج ما في الأمة. هذا هو الخطاب الذي نريده، نريد خطابا يكون متوازنا يعالج قضايا وهموم الأمة، كما قال العز بن عبد السلام، قال إذا فشى الزنا في بلد وجاء أحدهم يحدثهم عن الربا فقد خان الله ورسوله، لأن الربا مفسدة ذاتية والزنا مفسدة متعدية. إذا جاء أحدهم يحدثكم عن الربا وقد فشى الزنا فقد خان الله ورسوله. فأنا لا أريد أن أخون ديني ولا أن أخون رسالتي، أنا قلت ما يمليه علي ضميري.